درسنا لهذا اليوم التكاثر في الفطريات. طبعا اليوم التكاثر في عفن الخبز. ينتمي عفن الخبز الأسود إلى الفطريات اللقاحية الزايغوميكوتا، وهذه تضم حوالي 1050 نوع من الفطريات. كيف يتم التكاثر الجنسي في عفن الخبز الأسود؟ يحصل تماس واندماج بين الخيوط الفطرية. إذا نعود جسمه عبارة عن خيوط فطرية تسمى الهايفات التي تحتوي على الحافظات البوغية. ايش راح يصير هنا؟ حيصير تماس واندماج في الخيوط الفطرية التي تحتوي على نواة موجبة وسالبة، ثم يتبعه اندماج سيتوبلازمي. إذا اندماج نووي ثم اندماج سيتوبلازمي في الخيوط الفطرية أو اللقاحية، ثم تتكون هذا الاندماج النووي، وهذه هي خلية الأمشاج المتكونة. يحدث اندماج نووي وثم سيتوبلازمي لتتكون الزيجة. الزيجة متكونة من اندماج النواة الموجبة مع النواة السالبة لعفن الخبز الأسود، ومجموعتها الكروموسومية تكون 2 س. أكيد من هي 2 س راح تعاني انقسام اختزالي. حافظة البوقية أو الحافظة الزيجية اللي هي 2 س تعاني انقسام اختزالي، ومن ثم تنتشر هذه، تتكون الأبواق وثم تنتشر لتسقط على قطعة خبز جديدة وتتكون العملية مرة أخرى.